في سنة 70 في دكتور شال راس قرد وحط راس تانية مكانها، وبدأ ان هو يوصل الاوعية الدموية والعروق وغيره عشان تبقى الراس واصلة بالجسم. وحصلت المفاجأة ان بعد فترة القرد بدأ ان هو يفتح عينه، لا وكمان كان سامع وشايف وواعي جدا للي بيحصل له، ولكنه ما كانش قادر ان هو يتحكم او يحرك الجسم اللي هو فيه، وده لان ما كانش فيه طريقة يوصله بقى العمود الفقري والنخاع. فالقرد صحيح كان عايش ولكنه كان مشلول، وبرغم ان العملية كانت نظريا ناجحة الا ان القرد ده بعدها بكام يوم مات. لو انت ودنك كبيرة فالدكتور هيعمل قطع ورا الودن في الحتة اللي بتوصل الودن بالراس، ومن خلال الفتحة اللي عملها دي هيبتدي ان هو يمسك اللحم ويضمه على بعضه، وبعدين يبتدي ان هو يخيطه عشان يلمه او يضيق المساحة بتاعته، وبعدين بيرجع يخيط ودنك تاني في راسك، وبالتالي تبدو انها اصغر وملمومة شوية عن الاول. ولكن في بعض الحالات النادرة جدا الخياطة اللي جوه اللحم مش اللي بره بتفك من الضغط، وده بيخلي ودنك ترجع تفتح تاني وتبقى كبيرة شبه طبق الدش. تخيل انهم لما جابوا الصبغة الصفراء اللي موجودة في الشيتوس اللي هو مقاطعة وحطوها على جلد فار، الجلد بتاع الفار لما امتص الصبغة بقى شفاف لدرجة ان العلماء كانوا قادرين ان هم يشوفوا العروق والاعضاء الداخلية بتاعته، وكل ده كان بيحصل قدامهم في الوقت الحقيقي، يعني ما احتاجوش كذا يوم ولا حاجة. وبرغم ان الصبغة الصفراء ديت بتعتبر حسب الدراسات ان هي مادة آمنة على البشر ان هم ياكلوها، الا ان التجربة ديت اثارت كتير من التساؤلات عن المواد الحافظة اللي احنا بندخلوها جسمنا، وايه ممكن يكون الضرر بتاعها على المدى البعيد. انت متخيل انها خلت جسم كائن يتحول لشكل شفاف؟ وبالمناسبة الصبغة الصفراء ديت بتستخدم في صناعة سناكس تانية احنا بناكلها، فتخيل بقى لما ده اثر واحد بس من المكونات، امال باقي المكونات ممكن تكون بتعمل في اجسامنا ايه واحنا ما نعرفش. لما انت بتستعمل الديرمارول بتبدا انها تزق مجموعه من الابر جوه وشك عشان تعمل زي جروح صغيره في الجلد، الجروح دي بتكون موجوده على السطح والمخ بيتعامل معاها انها جروح، فبيبتدي يحاول ان هو يداويها، فبيفرز الكولاجين والالاستين، والاثنين دول بشرتك هتفرزهم شكلها هيبقى ناضر اكتر ومليانه حيويه، ومع الوقت اللي الجروح دي فيها هتتداوى خالص وهتبقى مش باينه، هيكون اتكون عندك طبقه جديده جدا من البشره وهتكون اكثر شبابا.